جراء ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بالمدينة، حيث تم تدارس هذا المشكل والوقوف عند الحلول الفعلية لتجاوزه، كما تم تنبيه شركة أمنديس للعمل بجدية على تطبيق الإجراءات المتفق عليها. التفاصيل في روبورتاج فؤاد العزوزي وميليندا مريني. للأسبوع الثالث على التوالي تستمر احتجاجات ساكنة مدينة البوغاز على غلاء فواتير الماء والكهرباء. سقف المطالب انتقل من مراجعة الفواتير إلى رحيل شركة أمنديس. هنا بساحة الأمم تجمع المحتجون، أشعلوا الشموع وأطفأوا الأنوار بمنازلهم، ووقفوا 3 ساعات من 7 إلى 10 من مساء أمس. وفي شكواهم فواتير ماء وكهرباء ترجع إلى شهري يوليوز وغشت، يقولون إنها مثقلة للكاهل. أنا اللي كنهضر معاك أنا بوحديتي في الدار ديالي جاتني 160 ألف فرنك وأنا ما مستعداش نخلص 160 ألف فرنك. جيت حيتاش أمانديس رزاتنا، تمشي بحال أمانديس ويشوفوا شي حل. هذا الحل الواحد اللي خصهم يعملوا. بالنسبة لطنجة منذ من سنة وما كيكذبوا عليها، راه جات الاتفاقية الأولى وما كان منها والو، ودابا كيكروها عاود. على هذا الشيء الشعب فقد الثقة ديالهم أمانديس، لهذا كيطلبها الراحل. بالنسبة لشركة أمنديس الشركة المفوضة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، يقول مسؤولوها إنهم اتخذوا إجراءات لمراجعة آلاف الفواتير والاستماع إلى شكايات المواطنين الذين يرون فواتيرهم مجحفة. لقد قمنا إلى حدود اليوم بمراجعة 8400 فاتورة وأعدنا توزيعها كلها. نحن لم نقل يوما بأن شركة أمنديس ليست معرضة للوقوع في الخطأ. ما نقوله إن وكالاتنا مفتوحة مكاتبها لتلقي كل الشكايات. نحن مدعوون إلى دراسة كل شكاية على حدة. وتنفيذا لتعليمات ملكية، حل مساء اليوم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد هنا بولاية طنجة، اجتمعا بمسؤولي شركة أمنديس وفعاليات سياسية ومدنية بالمدينة للتأكيد أن خلية وزارة الداخلية منكبة على تنزيل إجراءات لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل. عمل سائر في معالجة الفواتير الأخرى اللي فيها تضرر أو الإشكاليات الأخرى اللي مرتبطة بالتدبير ديال أمنديس. إذا إلا وضعنا وهذا الشيء الحكومة كتعطي عليه الضمانة ديالها. إلا وضعنا هذا الشيء هذا يعني جانبا، القناعة ديالنا اليوم أن هذه الاحتجاجات لم يعد لها منطق ولم يعد لها، وهي ضارة بالمدينة وضارة بالوطن. الإجراءات تم اتخاذها من طرف يعني المختصين واللي جالسين دابا الادارات المركزيه، وهم جالسين دابا في طنجه غادي يعالجوا هذا المشكل حاله بحاله. كنظن ابتداء من هذا الشيء هذا فكنظنوا على ان خص المساله تسد وندوزوا لمرحله اخرى ان شاء الله. من جانب آخر وبذات الاجتماع أكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية على ضرورة التزام شركة أمنديس بتفعيل الإجراءات في أقرب الآجال، كما دعوا إلى ضرورة الحذر من ركوب أي طرف على هذه الاحتجاجات السلمية وتحويرها من طابعها الاجتماعي.